عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم بقناتنا. اليوم إن شاء الله راح نسوي كبة التمن أو كبة حلب، نحن نسميها بالعراقي، أو كبة الأرز. المقادير: أول شي 2 كوب تمن مع 3 أكواب مي، نخليهن على النار ونضيف ملعقة واحدة كركم. بعدين نضيف ملح، ونضيف بطاطا واحدة مقطعة. هاي البطاطا على مود تنطيها قرمشة لكبة الحلب. هسه نخليها على النار، نخليها تغلي وعلى درجة عالية. بعدين بالتدريج من يشوف المي مالتها دا ينشف، احنا ننصيها اقل درجة مال الطبخ. نشوف المي مالتها دا ينشف، نصيناها كملت، خليناها هسه للعجن نهيئها. نضيف لها لازم ملعقة نشا واحدة فقط، على مود تبقى يعني مقرمشة وطعمها يكون يعني أطيب. نحاول نعجنها عجن يعني زين، نستمر بالعجن على مود تتماسك العجينة ويانا. هسه نكمل، راح نبدأ نكورها. عندنا الحشو موجود، هو نفس الطبيعي مالتنا اللي دائما نسوي بكل أنواع الكباب، اللي هو اللحم والبصل ومعدنوس. وهذا المي على مود نبلل ايدينا من نكور الكبة. هسه كورناها كملنا، تبدي مرحلة القلي. نخلي زيت غزير ونخلي الكبة وما نحركها، فقط من الجهة يعني على الجهتين لحين ما تستوي، وهتكون بهذا المنظر. وألف عافية، ولا تنسونا بالاشتراك بالقناة وتفعلون